السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. روتين جديد ويوم جديد وربنا يجعله يوم سعيد عليكم، اللهم امين يا رب. عايزه كده بقى اللي بيشوفني لاول مره كده ما ينساش يشترك في القناه عشان قناتي تكبر بيكم، واللي متابعني بالفعل ما ينساش اللايك الحلو الجميل اللي بستناه منكم كل يوم، ده غير الكومنت الاجمل طبعا. كومنتاتكم بجد حلوه، بتفرحني جدا وبتشجعني ان انا اشتغل كتير واعمل فيديوهات كتير. سامحوني لو كنت يعني بقصر معاكم شويه، بس انتوا عارفين الفتره اللي انا فيها يعني دي تعب وكده، فالحمد لله روتين النهارده خفيف وظريف، بس في نفس الوقت في نشاط كده وطاقه وحيويه. وهنعمل غدا بقى كده وننظف مع بعض المطبخ ونغسل مواعين ونتكلم مع بعض كده ايه شوية. يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم، وتكون يعني بتتبسطوا منها وتكون بتشجعكم حتى لو بحاجة بسيطة. انا عارفة ان فيديوهات الايام دي ما فيهاش شغل كتير، بس عشان خاطر انا تعبانة وكده فمش قادرة والله يعني اضغط على نفسي قوي، لان في حاجة كمان تانية انا بعملها وما بصورهاش يعني. تمام. مش عارفه عماله الخبط في الكلام ليه النهارده. نبدا الفيديو كده الاول بالصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بدات كده الاول ان انا هعمل ايه، هعمل الغدا. كنت حاطه ميه وعليها ورق لوري وحبهان وملح، وكنت غاسله الفرخه كده ومقطعاها وحطيتها ايه بقى كده في الحله. عندي تسابيح دي بتحب الرجل بتاعت الفرخه، هو انا اصلا برضو بحبها، بس يعني مش يعني بجيبها على طول، بس على طول ايه تسابيح دي لو جت تاكل الفراخ وما لقيتش رجل الفرخه، هي بتقول عليها ايد الفرخه، فعلى طول تقول انا عايزه ايد الفرخه، عايزه ايد الفرخه. فلما بجيب فراخ وما بجيبش ايد الفرخه بقى دي هي بتزعل، فجبت النهارده بقى ايد فرخه ليها. وهي على فكره يعني تقعد تبص في ايد الفرخه كده تقول هي عندها 4 بس ليه واحنا عندنا 5 ليه؟ يعني هي ما شاء الله عليها والله مرة لقيتها ماسكة رجل الفرخة وبتبص فيها وسرحانة قوي كده، فبقول لها في ايه؟ قالت لي عندها 4 صوابع بس واحنا عندنا 5 صوابع، التاني راح فين؟ فمواقف العيال الصغيرة دي بتبقى حلوة جدا ومبتتنسيش وبحبها قوي بصراحة يعني. المواقف الحلوة دي يعني قلت اضحكوا معايا كده. هو فعلا هي ليه عندها 4 واحنا عندنا 5؟ هي مش عندها ايد زي ايدنا؟ فبعد افهمها بقى ان دي رجلها وان ايدها هي الجناح اللي هي برضو بتحبه وكده. المهم جبت لها ايد فرخه كده وحطيتها برضو، قلت الفراخ بس كده تاخد غلوه كده على النار عشان كنت مستعجله. وبعد كده ايه هطش بقى عليها، احنا لازم نعمل الفراخ بطشه. في اللي بيحب بطشه تومه تكون تومه بس، وفي اللي بيحب التومه دي حط عليها ايه طماطم. تمام، مش يعني انا جوزي مش على طول بيحب عليها طماطم يعني، فبيقول لي اعمليها من غير طماطم. فكده ايه اخر حبة توم كده في العلبة اللي كنت عاملاهم في الكبة، كانوا حلوين جدا ونافعيني قوي، زعلت والله لما خلصوا، وتوم جديد يعني. فهعمل تاني بقى كده ان شاء الله. حمرت هنا كده التومة وهحطها دلوقتي على الشوربة، وهخلي الفراخ بقى ايه تكمل سواها كده بالطشة او بالتومة يعني وكده، وتستوي بتديها طعم احلى بكتير عما تستوي في التوابل بس او المية وملح بس يعني. وحاطه هنا سمنه وزيت والشعريه وبقلب فيها كده. كنت كانت يعني الساجدة كانت عايزة الفراخ مشوية، بس انا قلت لها لا عشان بسملة تعبانة وبتاخد ابر ومضاد حيوي يعني كده وعلاج، فكان لازم ان هي تشرب حبة شوربة سخنين، تاكل حتة فرخة كده مسلوقة، وده الكلام اللي قاله لنا يعني الدكتور. فقلت لها لا لازم نعمل ايه شوربة عشانها يعني. فانا كان نفسي برضو ايه اعمل بسلة، فهي بسملة ما بتحبهاش، فقلت لها خلاص انت كده كده هتاكلي اصلا رز وشوربه وحته فرخه مسلوقه بس. ما رضيتش اجيب لها شوربه خضار لان هي برضو ما بتحبهاش. انتوا عارفين الولاد كل حاجه هم صغيرين ما بيحبوهاش. عندي ياسين بيحبها لكن هي ما بتحبهاش، فقلت لها خلاص، هي قالت لي عايزه رز وشوربه، قلت لها خلاص زي ما انت ايه ما تحبي. حطيت التومه كده على الشوربه، ومعايا هنا برضو الشعريه بحمرها، وحطيت معلقه سمنه وضربت كده في الكبه بصلايه واحده، وابتديت بقى ايه اشوح فيها كده اهو حبه، وبعد كده هنزل عليها بقى بالطماطم عشان خاطر تتسبك، وابتدي احط عليهم البسله. البسله انا كنت مفرزاها من قبل رمضان على طول يعني لتفريزات رمضان. ف فقاعده عندي يعني الخير بصراحه، يعني بركه رمضان قاعده في البيت لغايه دلوقتي والله. فانا كنت مفرزه يعني قلت ايه بالمره مش لرمضان بس. وبعدين في رمضان ما كانوش كنتش بعملها كتير لان كنت انا وولادي بس اللي بنفطر في رمضان، وجوزي وابني بيفطروا في الشغل بره. فما كنتش برضه بعمل لهم ايه خضار كتير كده لان ما كانوش بيرضوا ياكلوه، وما كنتش هاكل منه انا لوحدي يعني.
كنت على لما يبقى نفسي قوي اروح حاطه لهم، اروح عامله يعني ايه حبه صغيرين. الرز كده بحط له ميه من الحنفيه عادي خالص، ما بحطلوش ميه سخنه خالص. وبيطلع حلو زي الفل. بحط له مقدار الميه بعيني يعني كده وزي ما انا عارفه الرز الفتره دي بياخد ميه كتير. وحطيت له ملح، ومعايا برضو هنا البصله ايه بقلب فيها برضو ولغايه ما تحمر شويه. وبعد كده هنزل عليها برضو بالطماطم اللي انا برضو مفرزاها. الفراخ برضو معايا هنا على العين هناك وموطيالها شويه عشان خاطر ما تغليش بقى وتفور كده وتبهدل الدنيا يعني. نقلت بقى الفراخ بقى على العين اللي هناك دي كده عشان كنت عايزه النار تكون هاديه عليها كده شويه. وكانت هنا حطيت الطماطم وكانت اتسبكت، فهبتدي بقى ايه احط هنا معايا البسله بالجزر، حطاهم كده على بعض وكانت حلوه قوي قوي قوي. زي ما شايفين كده بكسرها بالراحه يعني. وهبتدي احط لها كده حبه شوربه صغيرين وهسيبها تتسبك هي والطماطم كده مع بعض. الشوربه اللي انا بتاعه الفراخ يعني اللي انا كنت حاطه عليها تومه، فهي عادي يعني بتبقى حلوه كده كده. اصلا في ناس بتحط التومه مع البصل وتقعد تشوحها شويه، بس بتحط التومه بعد ما البصل بيكون ايه بقى دبل يعني كده شويه. احط لها كده قد معلقتين 3 او مغرفتين 3 يعني شوربه، وهسيبها ايه كده تاخد وتدي بقى مع بعض كده لحد ما تستوي. وهكون طبعا مظبطه الملح بتاعها وتوابلها وكل حاجه بتاعتها. اغطي عليها بقى كده واسيبها على نار ايه متوسطه شويه. وكده بقى كان ايه الاكل استوى. حمرت فراخ للي عايز فراخ محمره، وعملت فراخ من الشوربه للي عايز فراخ من الشوربه. الطبق ده ما حطيتش فيه شوربه كتير يعني. انا في طبق منهم، طبق البسله التاني اللي انتوا شايفينه على الشمال ده زودت حبه شوربه كده في الطبق، لاني ابني قال لي عايز فيها يعني تكون خفيفه كده. وده الرز. وبصوا ريحت دماغي بقى، اللي عايز فراخ محمره حمرت له، واللي عايز في الشوربه حطيت له وخلاص. والله العظيم بكون تعبت يعني بعد ما بخلص الاكل واغسل مثلا حبه مواعين ولا اعمل حاجه في كده تاني في المطبخ او اعمل حاجه بره، بكون خلاص بقى جه وقت تقديم الاكل ده ببقى انا خلاص عايزه اقعد، لاني بتعب قوي بصراحه يعني من الوقفه. فحطيت لهم بقى كده وحطيت برضو طبق شوربه تاني يعني. آه وبس وكلنا والف هنا وشفا. وبعديها بشويه كده قلت بقى ادخل ايه انضف كده المطبخ، اغسل مواعين واغسل البوتاجاز. طبعا انا قعدت شويه مش قمت على طول يعني عشان محدش يفتكر ان انا كلي طاقه ونشاط وحيويه واني بت يعني جامده وقمت على طول من بعد الاكل. لا ده انا بصوا الايام دي بروتة بروتة بالنسبه لايه يعني. انا بقوم واعمل حاجتي الحمد لله، الف حمد والف شكر. بس فاهمين انتوا حاسين كده ان انتوا ايه يعني الحوامل هم اللي هيحسوا بالحته دي. بتبقوا شايفين حاجات كده عايزين تعملوها بس مش قادرين، اللي هو عايزه تشيلي وترفعي وتحطي وتنزلي ومش عارفه تطلعي تشيلي ايه فوق الدولاب وتنزلي، مش قادره. انت مش قادره، عايزه بقى مستنيه حد يجي يرفع معاكي المرتبه، وحد يجي يرفع معاكي الشنطه فوق الدولاب، وحد يجي ينزل معاكي اللي فوق الدولاب، وحد يجي مش عارفه يشيل معاكي. ملل بصراحه. فده اللي انا بتضايق منه بصراحه قوي. ببقى عايزه كده ايه اعمل حاجتي ومش هستنى بقى حد ولا ولا لسه هريح. لا عايزه اقوم على طول اعمل ده واعمل ده اخلص اللي ورايا واقعد بقى. فالواحد بقى بيبقى مش قادر يعني بصراحه. المهم غسلت كده البوتاجاز بقى كده ونضفته ومسحته كويس، وبعد كده هحط بقى كده الحوامل بتاعته وادخل بقى على غسيل المواعين. عايزه اكلمكم شويه عن البوتاجاز الخمس عيون، عشان كان في حد قال لي عليه يعني ايه لازمه البوتاجاز الخمس عيون. مدام يعني ايه مش بنستخدم الخمسه. انا مش بستخدم الخمسه، انا بستخدم يا 3 يا 4 تمام. بس الميزه في البوتاجاز اللي هو خمس عيون ان الخمس عيون ده بتحطي فيه 4 حلل كبار على البوتاجاز تعملي فيهم اكل لو عندك عزومه او حاجه، او مثلا 5 ممكن حله صغيره 5 جنبيهم. فهتستخدمي الخمسة لو عندك عزومة او 4 حلل كبار هتشيل البوتاجاز هيشيل. طيب لو عندك بقى بوتاجاز 4 عيون مش هيشيل غير حلتين بس كبار، وممكن حلة او حلتين صغننين خالص كده فمش هينجز معاكي. دي نقطة. تاني نقطة انا ببص للفرن. الفرن بحط فيها صينية كبيرة او مثلا صينيتين مرة واحدة، فاهمني. لكن ممكن احط فيها 4 لو احط من تحت ومن فوق. لكن البوتاجاز الاربع عيون بس بتحط يا دوب صينية فوق وصينية تحت. فطبعا في فرق كبير، وانا اللي بيميز البوتاجاز الخمس عيون هو بالنسبة لي الفرن.
فالبوتاجاز ال5 عيون افضل بكتير. وانا لما جيت اشتري قبل يعني انا ده مش بتاع اللي اتجوزت بيه، بتاع اللي اتجوزت بيه كان 4 عيون. لما جيت اشتري ده كله قال لي طب ليه هتجيبي 5 يعني، واحنا كنا اسره يعني اقل من كده، عددنا اقل من كده. قلت لهم لا، وقلت لهم بقى على المميزات بقى وكده. فبصراحه نفعني قوي قوي، والحمد لله ان انا صممته وجبته. والفرق على فكره كان بسيط جدا ما بين الاربع عيون والخمس عيون. عشان بس كان في كذا حد بيقول يعني مش ملهوش لازمه وانت ما بتستخدمهوش كله وكده. فقلت اقول في الفيديو عشان خاطر كله يسمع، عشان لو حد محتار وعايز يشتري مثلا بوتاجاز اجيب 4 ولا اجيب 5. فالفرق بسيط بس الاستفاده انت بتستفاديها حلوه قوي بصراحه. وانتوا عارفين وقت مثلا ما يكون في عزومه ولا رمضان ولا حاجه، الواحد بيبقى مضغوط وعايز ينجز يعني كده. طيب وندخل بقى كده على المواعين ونتكلم برضو شويه كده على المواعين. آه المواعين انا بحبها بس ما بحبش ادخل عليها، فمن الدخله دي الاولانيه ببقى متضايقه منها شويه. بس بصراحه وانا بغسل المواعين ببقى مبسوطه، خصوصا بقى ايه الاسبونشه كده تكون جديده. الاسبونشه اللي في ايدي دي كانت جديده، وحبه ميه سخنين كده على الصابون السائل بتاعك، ونوعه بقى يكون حلو. انا بجيبه سايب والله، مش بجيب يعني شركه، مش بجيب صابون شركه. بنضف الحوض خالص كده في الاول واشيل منه اي حاجه في الحوض عشان ما تسدليش كده العين يعني بتاعته. وابتدي بقى كده ايه اغسل بقى كده المواعين، بس بلينها الاول. انا كنت قايله الكلام ده في كذا فيديو قديم، بس عشان خاطر لو حد متابع جديد يعني وكده، والناس اللي ما بتحبش غسيل المواعين. انا بحب احط كده من تحت حله كبيره او طبق كبير لو موسخين. لو مش موسخين طبعا مش هوسخ يعني حاجه من الضلفه، بس لو حاجه كبيره بحطها كده. احط بقى جواها الاطباق، المعالق، الشوك، فاهمين، سكاكين، حاجة لازقة، بحطها كده ايه جوه بعض، واحط افتح عليها مية سخنة وحبة صابون. الكلام ده لو الحاجة ايه لازقة يعني كده معايا. طب الحاجة مش لازقة برضو بعمل كده، بس ما بحطش يعني صابون ولا مية سخنة قوي، عادي حبة مية بس كده يلينوهم، عشان لما اجي اغسلهم يكونوا سهل معايا ونضاف وزي الفل. تمام. الشتا طبعا عايز ميه سخنه، لازم ميه سخنه. ما هتحسيش والله العظيم بغسيل المواعين، ولا هتحسي بالدهون اللي فيها، ولا هتحسي بقى ان انت بردانه ولا اي حاجه. دي هتنشطك. الصيف هيطر عليكي طبعا بالميه الساقعه. واهم حاجه زي ما قلت لك تنضفي الحوض وتلين المواعين في الاول، وما تخليش اي حاجه في الحوض اللي هو ايه يسدها لك يعني. وبالسبونشه وحبه صابون كده هتخففيهم بحبه ميه سخنين وزي الفل. وممكن تحط عليهم عصرة ليمون، عندك قشر ليمون حطيه، حبة خل. بس الخل ما بيخليش الصابون السائل بيرغي، خلوش يعمل رغوة. تمام. فهتبص هتلاقيهم طاروا معاكي هوا هوا والله يعني. الازايز دي انا بحب كده املاها الميه قطعت مثلا ولا حاجه. احنا بص الميه ما بتقطعش عندنا قوي بصراحه، بس بقالها مرتين كده بتقطع ورا بعض، في اسبوع واحد قطعت مرتين بصراحه. فالحمد لله. وقلت برضو ايه حد يسحب له ازازه كده يشرب ولا حاجه. فقلت برضو اغسلهم، يعني بحب الازاز دي قوي عشان بقها كده واسع، او فتحه بقها يعني واسعه شويه، فحلوه ايه في الشرب. دي كانت ازاز التمر هندي بقى والعصير اللي كان بيجي من المحل في رمضان. المهم حبه المواعين اللي انا كنت شايله همهم اصلا ما خدوش معايا وقت خالص والله. ودين غسلتهم. امسك بقى الرخامه كده انضفها والحوض انضفه. بصراحه بحس بقى ان انا كده ايه انجزت والله العظيم. بحس ان انا واقفه كده في مطبخي ماليه مركزي بقى، بخلي الرخامه دي زي الفل بصراحه، او بغسل المواعين. لكن لما بكون قاعده وكسلانه ومش قادره اقوم اغسلهم او بايت مواعين، ببقى متضايقه من نفسي، بس ببقى غصب عني هموت نفسي، ههري نفسي، هقطع نفسي، لا طبعا. المهم بقى كده القماشه دي انا حطاها عشان خاطر الفتحه دي بتنزل الميه تحت الحوض. فمنه وكان عندي هنا الجزء ده كده حسيته كده مش نظيف، فقلت بقى ايه اغسله معايا برضو كده. والرخامة برضو خدها معايا بالمرة، حبة صابون كده حلوين وحبة مية، واديله ادي بقى كده على طول رغاوي. الحاجة اللي انا حطاها تحت الرخامة دي غسالة الاوتوماتيك، حطها كده تحت الحوض وبعيدة عن الحوض يعني مش هتنزل مية. الجزء ده عشان فيه كهربا كده قلت امسحه بس عشان ما تلقش مية يعني ناحيته. فعايزه اغير الكوبس ده والله، بس الحمد لله ربنا رزقنا بواحد كهربائي، حسب الله ونعم الوكيل فيه، مش هقولك كده. فالحمد لله يعني. هتقولي لي هاتي غيره، حماية مش بيرضى يدخل حد غريب يعني، لان هو حد يعني كده معرف، هو سباك وكهربائي
وما شاء الله بيجي يعمل لي كل حاجه زي الزفت. ده انا لو وريتكم تحت الحوض، واخوه اللي عامل لي الحوض ده، وحماية يقول لا ما مش هنجيب حد غريب، هنجيبهم هما. فالمشكله بقى في ان هما ما بيعملوش الحاجه بما يرضي الله، بيكروتوا كده. وانا ما كرهش في حياتي قد الكروته بصراحه. حطيت هنا كده طقم الكنك، وابتديت بقى اغسل الحوض. بالنسبه للحوض اصلا ده انا وريته لحد تاني بتاع رخام، قال لي يا اما تشيلي الحله بتاعه الحوض وتجيبي حوض اكبر، يا اما تغيري الرخامه خالص. والرخامه دي بتتحط مره في العمر، فالحاجه برضو مش رخيصه يعني. انا لسه عاملاها من كام سنه يعني، من 3 سنين يمكن، والله يمكن اقل من 3 سنين يعني. وكانت مكلفاني مبلغ طبعا، والحله دي كبيره يعني، ممكن في التصوير مش باينه ان هي كبيره قوي، بس هي الحله كبيره اصلا. لمحتها كده بقى وخليتها كده زي الفل، عشان احس كده المطبخ نور. ف ليه بقى؟ عشان خاطر هو فاتح فتحة الرخام اكبر من الحلة، فمش نافع معاها سيليكون، نافع معاها اللي هو الجبس الابيض ده، بس جبس ابيض او اسمنت ابيض يعني، مش عارفه. المهم بقى ايه، فطبعا مع الميه وكده فبيتخلع، فالحمد لله دينا صابرين عليها بقى. اصل انا بص، لو فتحته في المطبخ بتاعي ده مش هيكفيني في مبلغ وقدره، فالظروف دلوقتي ما تسمحش يعني. فقلت اصبر بقى كده شويه يعني، واغير الحاجه دي بقى كده ايه بالمره. لمحت كده بقى ونضفت بقى في حبه صابون كده في البانيو ده بتاع الصابون، مش هدلقهم ولا حاجه، عشان لو استخدمنا كوبايه تاني ولا طبق ولا حاجه ابقى ايه اغسلهم بيه يعني وموجودين وكده. فخلاص كده بقى نشفت الدنيا وخلاص، مش هدلق حبه الصابون دول. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، واتمنى ان كل فيديوهاتي بتعجبكم، وتشوفوا كده الفيديوهات القديمه، وتعملوا لايكات على الجديد والقديم. و آه، مستنيه الدعم بتاعكم باللايك والاشتراك. ويا ريت تشيروا لي الفيديوهات بالله عليكم، عشان خاطر اكمل الشروط بتاعتي واخلص الشروط. فاضل لي 1000 وحاجه ساعه، فربنا يسهل يعني كده 1400 ساعه، ربنا يسهل اخلصهم قبل مولد ان شاء الله. كده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.